ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. نعم يا رب، في لحظة صدق أبوء لك بنعمتك علي. أتذكر تاريخي معك يا أكرم الأكرمين، لقد أكرمتني وأشبعتني وهديتني وشفيتني. أكرمتني بعقل سليم ميز بين الحق والباطل، وبقلب كثيرا ما ذاق طعم الفرحة، ويكفي أن قلبي تعرف عليك. وأشبعتني من أصناف الطعام والشراب التي لا تعد ولا تحصى منذ أن أوجدتني، وهديتني لحبك وللتعلق بجنتك ولشريف شريعتك ولسنة نبيك، وشفيتني من حسدي وحقدي وكبري. وطالما أوقفت بجواري كثيرا من عبادك فساعدوني ولشاطئ النجاة أوصلوني، فلك الحمد. لكن يا رب، أعتذر لك عن شكي الذي أنت أعلم به دون أن أبوح، فقد ضعفت نفسي حين أصابني همي وتأخر فرجي ولم أراك بجواري. كنت موجودا لكني لم أراك، وكنت بي لطيفا لكني لم أشعر بك. كنت أنا المحجوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال. جايلكم في يوم جديد وفيديو جديد كله طاقة ايجابية، كله ان شاء الله كده شغل ورغاوي. وبصوا، احلى طاقة ايجابية باذن الله هتاخدوها من الفيديو ده. اهم حاجة بس كده يا حبايب قلبي الاستعانة بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عشان خاطر ايه اليوم بتاعنا كده يتملي بذكر ربنا وبأذكار جميلة كده نقولها بتاعة الصباح والمساء. اللهم صل على النبي. بقى كنا احنا يوم الجمعة زي ما انتوا شفتوا كنت عاملة محشي وكده. الفيديو ده كان النهاردة السبت، يعني انا صورته ونزلته معاكم في نفس اليوم. طبعا كان الاكل فاض عندي لتاني يوم وكده، عملت بس شوية رز كده معاهم وقليت بطاطس وسخنت المحشي، وكان عندي نص البطة والحمد لله اللهم لك الحمد والشكر قضيناها وبقت مية مية. عندي بقى مواعين كتير بصراحة، الحلة بتاعة المحشي والحلة بتاعة البط والاكل اللي احنا مسخنين فيه الاكل دوت النهارده، والحله بتاعه الرز. عندي كده شويه مواعين ايه من اللي قلبكم يحبهم. بقالي كتير بصراحه ما نزلتش معاكم مواعين بقى ورغاوي وحاجات حلوه كده. وحبيبتي سوسو حمد طالبه مني ان بتقولي انا كان نفسي في شويه مواعين كده بعد الفيديو اللي فات. فبصوا، اوامركم مجابه يا حبايب قلبي، ربنا يا رب يخليكم ليا ويدومكم اكبر نعمه في حياتي. والناس الجديده اللي دخلت معايا في القناه، شرفتوني ونورتوني واسعدتوني وكترتوني. وجودكم ده على راسي من فوق يا حبايب قلبي، وكل حبايب قلبي واخواتي اللي معايا في القناة، انتوا على راسي من فوق وربنا يخليكم ليا يا رب. انتوا اكبر دعم ليا. اللهم صل على النبي. كده بقى قلت قبل ما اغسل المواعين امسك الصفايه بتاعتي دي. يا بنات كانت متسخه بطريقه فظيعه، بس مش كانت باينه. تيجوا تبصوا فيها كده في الفراغات بتاعتها دي وفي الجناب بتاعها تلاقيها فيها اتساخات جامده. فقلت لا، انا مش هسيبها بعد المواعين عشان خاطر يجيلي نفسي ان انا اصفي فيها المواعين. مسكتها كده، اول حاجه جبت شويه كلور في العلبه دي وشويه بريل وحته سلكه كده من اللي هي البلدي بتاعتنا الجميله دي. بصوا، ولا يعلى عليها، لا تقولوا له سبونج ولا تقولي اي حاجه، والله العظيم ولا يعلى عن السلك المواعين ده. مسكتها بقى كده يا قلب اختك، وبصوا حبه شمال على حبه يمين، خليت المصفى بتاعتي ايه، فله كده شمعه منوره. قلت عشان خاطر ايه اعرف كده اصفي المواعين بتاعتي على حاجه نظيفه، عشان مش هتعب في غسيل المواعين ودراعاتي تتكسر منها وفي الاخر تبقى المصفى بتاعتي مش نظيفه. لان قله الغسيل فيها يا بنات بتعمل ريحه مش لطيفه. وطبعا المواعين والكوبايات والحاجات دي حاجات اكل وشرب وكده، ما ينفعش ان احنا نهمل فيها. فبصي بقى كده يا قلب اختك، بصي الفيديو ده كله كده طاقه ايجابيه وكله حماس. خدي كده التليفون قدامك في المطبخ، حطيه واتكلي على الله، وباذن الله هتاخدي منه جرعه نشاط وجرعه طاقه كده ايجابيه باذن الله. هتمسكي مطبخك هتاكلي اكل يا قلب اختك. اهم حاجه بس كده الاستعانه بالله. خلصت بقى المصفى بتاعتي كده وركبتها، ومسكت بقى حته سلكه نظيفه يا بنات، مش دي السلكه اللي انا كنت بعمل بيها خالص، دي سلكه نظيفه. وجبت بقى البريل نظيف غير البريل اللي كان عليه كلور، ما رضيتش ارميه. قلت هحتاجه في حاجات تانية دلوقتي هتشوفوا معايا يا حبايب قلبي. اهم حاجه بالله عليكم ما تنسوش اللايك التفاعلي على الفيديو دوت. لو الفيديو عجبكم كده مش تنسوا اللايك على الفيديو عشان خاطر كده يترفع بالصلاه على النبي، واكبر ناس اكبر عدد من الناس تشوفه. واليوتيوب يا بنات يقترحوا كده للناس اكتر واكتر. ما تضيعوش تعب اختكم كده على الفاضي، دعمكم ليا يا بنات. اللايك والاشتراك في القناه والكومنت الحلو الجميل اللي بيجبر الخاطر، ربنا يا رب يجبر بخاطركم بحق ما انتوا بتجبروا بخاطري، اللهم امين.
سمسمة حسن حبيبة قلبي ام احمد ما كانتش يا بنات بتسيب لي ولا فيديو بصراحة، بقالها فترة كده ما بتعلقليش. يا رب كده يا بنات يكون المنع خير. حبايب قلبي، قلة ان انتوا تكتبوا لي كومنت، صدقوني والله بقلق عليكم، لان طبعا انا حافظاكم كلكم حبايب قلبي واخواتي، وكلكم على راسي من فوق، واصغر اخت لاكبر اخت فيكم على راسي. وانا عارفة طبعا ان معايا حبايب قلبي هنا في القناة، معايا زي والدتي في نفس السن بتاع والدتي وكده. بجد انتوا على راسي ومشرفيني، ربنا يا رب يديكم الصحة والعافية ويبارك فيكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يا بنات ما يحوجناش لحد ابدا غير لربنا. مسكت بقى، بصوا حبة المواعين وحبة الرغاوي دول بصوا يفكوا كده الكسلان. يعني لو انت كسلانة، لو انت حرانة، لو انت بصي فيك خمول الدنيا، اتفرجي بس كده على الفيديو بتاعي ده وحطي التليفون قدامك، وان شاء الله باذن الله هتاخدي بصي جرعة النشاط اللي انت عايزاها، وجرعة الطاقة الإيجابية اللي انت عايزاها كده، وتخرجي من الفيديو بأمر الله، بأمر الله مرضية بإذن الله. ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويخليكم ليا. وبالله عليكم يا حبايب قلبي مش تنسوا كده ندعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، ربنا يا رب يعينهم على حالهم ويقويهم ويزيح عنهم الغمة والبلاء، اللهم امين يا رب العالمين. مش تنسوا كده يا بنات، يمكن لعل وعسى كده ربنا يستجاب مننا يا رب. وطبعا كل حاجة كن فيكون، يعني ربنا قادر على كل شيء. واكيد يا بنات ربنا ليه حكمة في كل حاجة بيعملها معانا، اوعوا تفتكروا مثلا ان ايه، لا ليه كده ومش ليه كده، لا حرام، لان ربنا ليه حكمة في كل حاجة بيعملها معانا. ربنا ما بيشيلناش اكتر من طاقتنا والله. ربنا بيدينا الحاجة اللي احنا نقدر عليها، الحاجة اللي عارف ان احنا هنبقى قدها، ان احنا هنستحمل، ان احنا ربنا هيعيننا عليها. فاوعي تقولي ليه، لان يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمة ليه دي من الشيطان. فدايما قولوا الحمد لله. بصوا بقى الحلة بتاعت المحشي كده كانت بصوا متشقلب حالها. جبت حتة سلكة كده متسخة معايا، نضفت بيها الحلة كده الأول وشلت منها أي بواقي أكل منها كده. وبعد كده بقى مسكت السلكة النظيفة بتاعتي، هتشوفوا بقى هرجع الحلة بتاعتي يا بنات طالعة كده من الكرتونة. ما تفضلوش تقولوا لا صحتنا، لا هنعمل، لا هنسوي. والله العظيم يا بنات والله صحتنا زي ما هي. شغل البيت ما بيدمرش الصحة، شغل البيت ما بيعجزناش، شغل البيت مش بيكبرنا قبل ميعادنا، صدقوني شغل البيت ده والله العظيم بيدينا طاقة إيجابية، بيدينا بصوا حماس كده، وبيدينا راحة نفسية. أنا واحدة من الناس أول ما خلصت مطبخي وبصيت على منظره، أنا كان فيا تعب السنين والله يا بنات، حسيت إن أنا ارتحت 200 درجة. بجد مش هقولكم 100 درجة، 200 درجة. فربنا يدينا الصحة ويدينا العافية، وما يحوجناش لأي حد أبدا غير لربنا ولصحتنا يا رب، اللهم آمين. فاوعي يا حبيبة قلبي تفتكري ان شغل البيت بيكسر الصحة، شغل البيت بيدمرنا، شغل البيت بيعجزنا، لا والله يا بنات شغل البيت بيدينا حافز، شغل البيت بيقوينا، بيدينا الصحة اكتر واكتر. احنا بس نقول ربنا يعيننا على مهمات يومنا وعلى عيالنا وعلى ازواجنا وعلى مصالح بيتنا يا رب، اللهم امين. مسكت بقى كده الحلة التانية يا بنات بتاعة البطاية بتاعتي الحلوة الجميلة المسكرة. أم أمير حبيبة قلبي كانت بتقول لي أنا عايزة حتة من الصدر، أنا عينيا ليكي يا قلبي. والله العظيم يا بنات أنا بصوا بحس إن أنا شايفاكم كلكم قدام عينيا كده. يا رب كده ربنا يسعدكم زي ما انتوا بتسعدوني، ويكبر بخاطركم زي ما انتوا بتكبروا بخاطري. بجد انا مش عارفه اشكركم على ايه ولا ايه، على كومنتاتكم الجميله اللي بتكبر الخاطر، ولا على لايكاتكم، ولا على دعمكم ليا في القناه. ربنا يخليكم ليا يا رب، ويجعل دعويه ليكم من حدكم ومن نصيبكم واحده واحده، اللهم امين. كلكم اخواتي وكلكم حبايبي وكلكم على راسي من فوق. وطبعا انا معايا بنوتات كتير هنا في الثانويه، ربنا ينجحكم يا رب ويستر عرضكم، اللهم امين حبايب قلبي. ومسكت بقى كده الغطيان يا بنات بتاعه الحلل الالومنيا دي، مش بعرف اغسلها غير وهي ثابته كده في المصفى بتاعه الحوض دي، بعرف اغسلها اكتر واكتر. يعني انا بصراحه بحب اغسل الغطيان بالطريقه دي. اقول لكم بقى على سر المحشي يا بنات، المحشي ما بيبقاش لذيذ وحلو وجميل وطعم غير وهو بالحلل الالومنيا دي. انا عندي حلل سيراميك زي ما انتم عارفين، وعندي حلل تيفال ما عملتش فيها معاكم قبل كده، هبقى اوريها لكم. واحنا بقى بنعمل كده تنظيفات للظرف يا بنات. وعندي حلل اللي هي من جوه ألمونيا ومن بره ستانلس كده لها ايد. عندي والله 4 طقم حلل. انا ما بحبش اكل المحشي ولا بستطعمه غير بالحلل الفلاحي بتاعتنا الألمونيا الجميله دي. وبعدين البطايه الحلوه دي ينفع تتعمل في حلل سيراميك او تيفال، ولا يعلى عن الحلل الألمونيا يا بنات. اللي زي بقى كده يجي يتضم جنبي كده في الكومنتات ويقول لي. طبعا يا بنات حاجة أمهاتنا وحاجة الناس الكبيرة بتاعت زمان دي بصراحة ربنا كلها خير وكلها بركة وكلها الريحة بتاعت زمان كده، ربنا يا رب يديهم الصحة ويرحم أمواتنا وأموات أمة محمد، اللهم آمين يا رب العالمين.
حبايب قلبي بقى كده قلت بالمره بقى وانا واقفه كده ورجليا وجعاني اما اجيب كده حاجه البوتاجاز بعد بقى المعركه بتاعه المحشي والبطايه وجيت بقى تاني يوم السبت النهارده سخنت الاكل. لا البوتاجاز بقى عايز غسله كده ايه من ابوه كده. صدقوني يا حبايب قلبي طول ما انتوا ايديكوا في حاجتكوا هتفضل جديده. طول ما انتوا بتأهملوا في حاجتكوا هيبقى عمرها قصير جدا جدا. حتى لو انت متجوزه بقالك سنتين ثلاثه حاجتك هتبقى مبهدله هتبقى وحشه وهيبقى كأنها بقالها 100 سنه. فاكتر حاجه يا قلب اختك بتحافظ على الحاجه ان انت تبقى ايدك فيها على طول. اهم حاجه المطبخ. اياكوا يا بنات من الدهون. بجد الدهون ده اكبر مصيبه اكبر مصيبه يا بنات. طول ما انت بتسيبيه انت مش بترتاحي انت بتراكمي عليكي دهون اكتر واكتر. وفي الاخر انت اللي هتعمليها يا قلب اختك. مفيش حد هيجي من بره يعمل لك انت اللي هتعمليها. فليه بقى تضايقي نفسك وتتراكم على نفسك الدهون والبهدله وان انت تيجي واحده مثلا قريبتك او جارتك تخش عليكي تسدي نفسك بكلمه او بنظره وحشه وتضايقي نفسك وتفضلي عندك طاقة سلبية. لا يا قلب اختك ما تسيبيش نفسك لكده. ما تسيبيش نفسك للكسل والحر والفرهدة. كلنا حرانين كلنا تعبانين كلنا مفرهدين. بس لازم نقوم ونتحرك ونشوف شغل بيتنا ونشوف مصالح عيالنا. ربنا يا رب يدينا الصحة ويدينا العافية ونعمل اكتر واكتر من كده. قولوا امين يا حبايب قلبي. مسكت بقى كده الحديد بتاعي بالخلطة بتاعتي قلت لكم انا مش هرميها لان انا محتاجاها. اللي هي فيها شوية صابون مواعين وفيها شوية كلور كده وحتة السلكة بتاعتي الحلوة الصغنونة دي. بحب ابرمها كده تحت ايديا وامسك بقى الحديد بتاعي كده يا بنات. والله بيرجع معايا كأنه لسه جديد. الحمد لله على نعمة الصحة اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب عليها. بوتاجازي ده يا حبايب قلبي بقاله 7 سنين كده ومعدي. بسم الله ما شاء الله يعني تشوفوه تقولوا إيه لسه جديد يعني مش مبهدلاه بصراحة. الحته بقى اللي هي اللي في تحت في الغطا بتاع الباب ده. كنت انا زمان بقى كنت بحط اللي هو الاستيكر اللي بيتحط على باب الازاز. فبصراحه جيت اشيل اخر واحده غلبتني. معنى كلمه غلبتني دي. فعملت اثر كده ايه حاجات بسيطه خالص سمرة كده تحت لو تاخدوا بالكم منها. فغلبت فيها بصراحة مش ريت تتشال فقلت طب وعلى ايه. كده كده بتتبهدل وبتلم دهون وباجي اشيلها بتتعبني. طب ما انا اخلي الازاز بتاعي كده واول باول اخلي ايدي فيه. اول باول كده تخلي ايدك فيه تلاقي الازاز بتاعك بيبرق كده كأنه مراية قدامك. هتسيبي حاجتك بالاسبوع وبالاتنين بالذات حاجة المطبخ اللي كلها دهون دي. هتتراكم معاكي. انا كان نفسي بصراحة يا حبايبي اعمل السيراميك اللي ورا البوتاجاز والسيراميك اللي تحت الغسالة. بس لقيت هيبقى تعب عليا جدا جدا. قلت لا ده عايز في يوم كده ما يكونش عندي مواعين ويكون البوتاجاز بتاعي نضيف واطلع بقى كده البوتاجاز واطلع الغسالة وورا التلاجة كمان واغسل بقى الحيطان من وراهم. واغسل السقف كمان بالخلطة بتاعتي. بعمل يا بنات خلطة جميلة جدا للسقف بتاع المطبخ اللهم بارك بتخلي معاكي السقف بتاعك شمعة كده منورة من غير بقى ما تحكي من غير ايديكي ما تتعبك. بسم الله ما شاء الله مجرد ان انت بتمسحي بس كده الدهون بتاعت السقف بتاعتك كلها بتخرج معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلى على النبي يا قلب اختك يلا يمكن حد كده يقرا التعليق بتاعك تكسبي ثواب. الصلاة على النبي. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم بقى الايه الروتين بقى اللي هيبقى في المطبخ هيبقى بقى زي ما بقول لكم كده. السيراميك بقى والسقف وكده وهعمل لكم خلطه حلوه قوي قوي يا بنات للسقف. بس باذن الله كده من غير مقاطعه ان شاء الله. خليت بقى البوتاجاز بتاعي كده يرجع يلمع كده وبصوا يلضي كده من النظافه. جبت بقى حته قماشه نظيفه ونشفته تاني كده خليته زي الفل يا بنات. والعيون بتاعتي اللهم بارك كانها طالعه من الكرتونه. ما عنديش عين يا بنات فيها نسبه سمار بس 1%. بسم الله ما شاء الله العيون بتاعتي كلها بيضة بيضة بيضة. لو تاخدوا بالكم والله ما فيها اي حاجة الحمد لله والشكر لربنا. إيه خلصت بقى كده البوتاجاز خدت بقى المواعين بتاعتي دي كانت اتصفت وكانت زي الفل. اكتر حاجة يا بنات بتخلي الالمونيا بتاعتك تنقر والمواعين بتاعتك تعمل ريحة مش لطيفة. ان انت تعيني المواعين بتاعتك بالمية بتاعتها. شلت بقى كده كل حاجة من على المصفى رجعت كل حاجة مكانها السكاكين مكانها المعالق مكانها. الاطباق رصيتها في المصفى. اللي هي المطبقية اللي في المطبخ الخشب. كل حاجة كده رجعتها مكانها عشان الدنيا تبقى رايقة حواليا. الرخامة دي طبعا يا قلب اختك كانت متبهدلة الاستيكر الاسمر ده بيلم كمية تراب فظيعة. الفوطة بتاعتي كنت غسلاها بحبة كلور وحبة بريل كده غسلة محترمة. بصراحة مش عارفة ليه انا مكسلة ان انا اركب الليد بتاع الاتجاه ده يخلي الاضاءة احسن معايا من كده. الله المستعان يا بنات كده فكروني بالله عليكم كده ان انا اركبه.
عايزه بقى كده كومنتات كتير على الفيديو بتاعي النهارده. والله يا بنات انا تعبت فيه جدا، بس الحمد لله والشكر لربنا النتيجه راضتني في الاخر. ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب، اللهم امين. شايفين يا بنات التراب جوه على الاستيكر عامل ازاي؟ انا شقتي هنا بتلم تراب فوق ما تتخيلوا. والله يا بنات فوق ما تتخيلوا. هتقولي ان انا ايدي مش في البيت، انا مش ببطل هلك في صحتي في البيت. 24 ساعة بنظف، 24 ساعة بشيل وبحط وبعمل. صدقوني يا بنات من غير تصوير برضو، يعني في حاجات كتير جدا بعملها من غير تصوير ولا الكاميرا. فالله المستعان كده. مسكت بقى كده الميكروويف مسحته وتخرته كده بعيد، ورحت غسلت الفوطة بتاعتي تاني. ومسكت بقى كده السيراميك ده كله كده اللي تحت المطبخ ده، مسحته مسحة كويسة جدا يا بنات. ومسكت بقى الاستيكر بتاع الرخامة مسحته. ده ستيكر يا بنات اللي لسه اول مره بقى معايا كده في القناه. حبايب قلبي واخواتي، ده ستيكر يا بنات انا كنت لازقاه كده ايام العيد الكبير، فقلت شويه بامر الله وهبقى اشيله باذن الله. بس انا لقيته حلو ومش متقطع ولا اي حاجه، فقلت اسيبه، يعني شكله حلو كده على الرخامه، قلت اما اسيبه. الرخامه اللي تحتها يا بنات لونها اوف وايت كده سمني، مش اللون الرخامه التانية بتاعه الحوض. رجعت بقى كده يا قلب اختك كل حاجه زي ما كانت، عشان خاطر بقى اروح على الرخامه التانية كده بعد ما خلصت هنا وخلصت البوتاجاز. اروح بقى كده على الرخامه التانية امسكها بقى ايه، امرشها كده مرش. نزلت كده يا بنات الصفايه بتاعتي، وحطيت كده الاتجاه الجزء بتاعها اللي تحت يصفي. وحطيت بقى كده شويه كلور وشويه بريل كده من الخلطه اللي انا كنت عاملاها، وحطيتهم بقى كده على الرخامه والسيراميك. ومسكت بقى الحته دي كلها يا بنات كده غسلتها غسله ايه اللهم بارك، خليتها فله كده شمعه منوره. هنيجي نعمل الحاجة نعملها بذمة وبضمير. لازم تخلي عندك كده شوية ذمة وضمير في الحاجة اللي انت بتعمليها. ربنا يا رب يديكم الصحة كده ويدينا الصحة. ما تعمليش حاجة كده كروتة كده وباستعجال. صدقيني هتبقى نفسيتك مش مرتاحة ومش هتبقي راضية عن الحاجة اللي انت عملتيها. هتبقي حاسة ان حاجتك برضو مش نظيفة، هتبقي حاسة ان حاجتك فيها حاجة مش مظبوطة. فلما انت تدي الحاجة حقها، انت نفسك هترضي عن نفسك كده، ربنا يرضى عنك يا حبيبة قلبي يا رب. زي ما بقول لكم كده يا بنات، اياكم من الدهون بتاعه المطبخ، ما تخليهاش تتمكن من المطبخ كده وتملى المطبخ دهون. ربنا يا رب يديكم الصحه كده وربنا يعينكم على مهمات يومكم وعلى اولادكم وعلى ازواجكم يا رب، اللهم امين. مسكت بقى كده منشفت بقى الميه مكان ما انا غسلت كده وخليت الدنيا زي الفل. بالله عليك يا حبيبه قلبي، لو انت لسه معايا لغايه دلوقتي في الفيديو ولسه ما حطيتيش اللايك، حطي اللايك. مستنيه ايه؟ يلا يا حبيبه قلبي حطي اللايك لاختك كده. اللايك ده تفاعلي كده يا بنات على الفيديو، ان الفيديو عجبكم كده. لو حسيتوا ان انا بذلت مجهود في الفيديو، بالله عليكم ما تنسوش اللايك. ما تبخلوش عليا يا بنات باللايك. اللايك مش بيخسركم حاجه، بالعكس ده بيفرحني وبيسعدني وبيخليني كده احس ان انا مجهودي ما راحش على الفاضي. ربنا يا رب يريح قلوبكم ويسعدكم وما يضيعش تعبكم على الفاضي ابدا، ويرزقكم بما تتمنوا يا رب وبزياده شويه. حطيت بقى كده الفوطه الاتجاه ده عشان خاطر الميه ما تنزلش كده على الغساله بتاعتي. البنات حبايب قلبي اللي بيسالوني على الغساله دي، والله يا بنات اللهم بارك، هقولها لكم كل مره ان الغساله دي ما شاء الله عليها احسن من الفوق اوتوماتيك والهاف اوتوماتيك كمان. اللي ما جربش الغسيل عليها فاتوا كتير قوي قوي قوي. انا كان عندي يونيفرسال فوق اوتوماتيك بس ما حصلش نصيب، بعتها في اول الجواز، لان عندنا هنا فضلت كام سنه نشتري الميه ما كانتش بتشتغل هنا اطلاقا. فهي مجددا كده عادت بتشتغل بقالها تقريبا سنتين، بس بتيجي اوقات كتير بتقطع. فالله المستعان كده بقى يا بنات، ربنا يا رب ما يحرمنا من الميه، لان الميه دي روح البيت بجد يا بنات، روح البيت. ساعه ما الميه بتقطع او حد يقول الميه قطعت، بحس كده ان الدنيا اتقفلت في وشي. بفضل بقى كده سايس نفسي في الميه بتاعتي عشان خاطر ما تخلصش وارجع احتاس. اللهم صل على النبي كده. غسلت بقى الحوض بتاعي كده بنقطه بريل وحبه كلور، خليته يا بنات بسم الله ما شاء الله بيلمع كده من النظافه. اسيب بقى الجزء بتاع البوتاجاز من تحت؟ لا طبعا ما يصحش. مسكته بقى هو كمان كده الفرن كده والحته بتاعت العيون دي، خليتها كده زي الفل عشان يبقى البوتاجاز بتاعي كله كده معايا نظيف. وخدت الحته اللي هي الرف اللي جنب البوتاجاز دي اللي هي في الرخامه، بس بصراحه جيت اصورها كانت اتصورت وكده، بس ما ينفعش ان انا اسيبها. شلتها خالص، شلتها من الفيديو، لان طبعا الكاميرا كانت الاتجاه ده وانا كنت الاتجاه ده، فما كانتش نافعه خالص. بس انا حبيت اعرفكم كده ان انا عملتها وخليتها زي الفل برضو. كوبي ميه بقى يا قلب اختك كده زي ما انت عايزه، وخلي كده الدنيا تنتعش بالميه وبريحه الكلور والصابون والروائح المنعشه كده اللي بتدخل عنا الفرحه والسرور. ربنا يا رب يفرحكم دايما ويسعدكم ويخلي لكم اولادكم، اللهم امين. ويا رب يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين. وكل اللي نفسه في ذريه، يا رب ربنا يبعت له الذريه الصالحه اللي يملي عينه منها ويجعلها كده سند ليه في الدنيا يا رب، اللهم امين. مسكت بقى ايه الارضيه كده بالمقشه بتاعتي وحطيت كده شويه بريل،
وهجيب بقى حبه كلور من الخام بتاعي ده برضه احطهم على الارض، عشان خاطر احنا بنقاسي يا بنات من موضوع الدبان ده. بجد البيت نظيف مش نظيف، احنا بنقاسي موضوع الدبان ده، مش عارفه ليه بصراحه. عشان انا في مكان ارياف ولا كل الناس كده ولا ايه؟ بصراحه انا مش عارفه. مسكت بقى كده الارض دعكتها دعكه حلوه، وشلت اي بقى رواسب او اي حاجه كده في الارض، حطيتها في الباسكت بتاع الكمامه. وبدات بقى كده ان انا ايه، امسك الارض ادعكها. همسكها بقى كده امسحها كده مع نفسي عشان خاطر اعرف امسحها. وبعد كده هرجع لكم تاني يا حبايب قلبي. مسحت كده الارضيه وبقت زي الفل وبتلمع كده، وريحه النظافه ماليه البيت وماليه المطبخ. همسك بقى السجاده بتاعتي كده بعد ما نضفتها وشمستها فرشتها. المطبخ بقى زي الفل. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون نال رضاكم. بالله عليكم ما تنسوش اختكم باللايك يا بنات والاشتراك في القناه. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، اللهم امين، زي ما انتوا دايما بتكبروا بخاطري. المطبخ كده يا بنات بقى زي الفل، شمعة كده منورة. بالله عليكم بقى مش تنسوا الكومنتات الجميلة كده، شوفوا الفيديو يستاهل كام من 10. بالله عليكم ما تضيعوش تعب اختكم على الفاضي. ربنا يسعدكم يا رب ويريح قلبكم. استنوني في فيديو جديد ويوم جديد. اسيبكم في رعاية الله. يلا يا حبايب قلبي، مع الف سلامة.